السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أسماء من قناة Everything with أسماء. الوغ رانا في وقت البريباراسيون تاع العيد والكاطو تاع العيد. دونك انا تشهيت اني ندير مقرود المقله القسنطيني، يعني مقرود المقله تاعنا رائع جدا. هو ما يشبهش بزاف تاع الجزائر، يعني تاع العاصمه تاع احنا تاعنا تاع قسنطينه راهو سبيسيال. دونك باش نبداو في المقادير، تبعوا المقادير باش تنجحوا فيه. اولا نحتاج الى 2 كيلات من السميد. انا عندي هنايا سميد اكسترا فين، والمهم نتوما تقدروا ديروا يعني يكون باش نقولوا حنا المهم يكون رقيق بزاف. يعني اهم شيء في هذا المقرود انه يكون رقيق. سمحوا لي فقط هنا راني نشحر في اون فيت راني كيش نقولوا نقري في الجنجلان دو طون طون، يعني نقلب هكذا ونحكي معكم اون ميم طون. كيما قلت لازمكم يكون عندكم يعني رقيق. عندنا هنا كيلة فرينة بنفس الكيلة بنفس الغميقة كما نقولوا. عندنا هنا كيلة ليدام، كيلة حبيتو نتوما كيلة سمن، انا نحب دو بريفيرونس كيلة زبدة، او تقدروا يعني نص كيلة، يعني نفس الكيلة تكون نص سمن ونص زبدة. عندنا هنا ماء الزهر، عندنا الكانيل او القرفه باش نوجدوها للغرس، عندنا اكيد الغرس تاعنا اللي حنخدموه من بعد، وشويه ملح والماء باش من بعد نديروها، واكيد الجنجلان راح نخلطو انا مع الغرس تاعي. دونك انا راح نبدا نكيل في السميد تاعي، وباش نبداو نديرو لا بريباراسيون باذن الله. بالنسبه لهنايا راني خلطت كيما قلت لكم، كيلت السميد، درت 2 كيلات سميد نعاودو يعني بنفس الكيله بنفس الصحن بنفس البول اللي ديروا به. 2 كيلات سميد رقيق اكونديسيون وكيله فرينه. الوغ هنا نخلطهم شويه، ودرت مقدار يعني مش الكيل نفس يعني الصحن كيلت به، يعني ما كملتش الكيله كامله تاع ماء، خليط من الماء والزهر وواحد الملعقه صغيره من الملح. راكم تشوفوا كيما راكم تشوفوا يعني ماهيش كامله الكيله هذه. بسم الله بسم الله. راح نبدا، لازم تكون الزبده بارده. بسم الله. او السمن او شي يكون عندك. بسم الله. دوك نبدا ندخل يدي، حبيت نجمع هاد الزبده السائله هكذا، ومن بعد نبدا ندير بيديا. كما قلت حنا مقرود هذا قسنطينه مشهور عندنا بزاف، يعني جربوه بهذه الطريقه تاعنا حنا القسنطينيه وراح تشوفوا، راح تعرفوا قداش انا فرانشمون نحب ونموت عليه. بون زوجي تشهاه، فجبت لكم لا غوسيت من عند ام صديقتي وصديقه ايضا، يعني درت دراسات، ومن عند امي تاني، يعني درت لكم ان ميلونج. حندخل يدي انا الان نبسسها، من بعد نبدا نلم يعني كيما المقرود عادي، ومن بعد نبدا نلم بهذاك الماء تاعي. هو خصو يتعجن، هو مش كيما المقرود، لازمو يتعجن مليح باش تجينا يعني فوالا. بسم الله نبداو نخلط الماء والملح والزهر. بسم الله، يعني ابداي حسب يعني النوع تاعك تاع السميد، في اللي يشرب في اللي لا، يعني صبي بشويه ودلكي حتى يتماسك ويولي عندك عجينه طريه. بسم الله، ديما نسمو بسم الله. نبدا نلم. هاي لكم العجينه تاعي كيفاش ولات. كيما قلت لكم حسب السميد تاعكم، ما تصبوش على فوا هذاك الماء باش تتاكدوا، لانه هاي مبسسه مليح مليح كيما راكم تشوفوا، يعني تبسيس رائع، وريحه الزهر يعني رائعه جدا مع الزبده مخلطه. بون واش راح ديروا هنا؟
راح لازمكم تعجنوها، سمعوني مليح، تعجنوها مده 5 دقائق. وشوفوا با تقطعوها، يعني كي تعجنوها ما تقطعوهاش، يعني عجنوا هكذا بهذه الطريقه. انا راح نحطها في البيتخا باش تعاونني، باش نسهل عليا الوقت. واش راح ندير؟ اللي عندها العجانه تحطها في البيتخا مده 5 دقائق، ومن بعد تخليها ترتاح مده ربع ساعه. يعني هذا المقروض صدقوني حيحكم لكم يمكن نهار كامل، فسيسوه فقط باش تخرج لكم نتيجه مليحه. وعلى قد ما يرقد على قد ما مليح. كما قلت 5 دقائق عجن، 15 دقيقه راحه. تزيدي المره الثانيه 5 دقائق عجن، 15 دقيقه راحه، والمره الاخيره 5 دقائق عجن ويرتاح ربع ساعه. هذه هي لاستيس نتاعو. دونك انا راح ندير هاد لا ميم شوز، راح نحطو في العجانه يتعجن 5 دقائق. من بعد كي يكمل العجن نتاعو والراحه، العجن والراحه مده يعني 3 خطرات، راح نوليو نرجعو الى الغرس كيفاش نخدموه. هنا كما قلت لكم راني خليتها ترتاح العجينه تاعي بعد ما خليتها في البيتخان تعجنت 5 دقائق. خليتها درك تستعجن مده ربع ساعه كما قلت. بالنسبه للغرس التمر هدايا بون، انا هنا درت له شويه كما قلت لكم جنجلان. تحبوا ديروا مثلا كاوكاو مرحي، يعني كما حبيتوا، تحبوا تستغناو ماشي بشكل. هنا درت شويه زبده فقط باش نبنن. راح نحط شويه قرفه، انا من الناس ما نحبش بزاف القرفه، دونك نحط ملعقه صغيره فقط، نصف ملعقه ماشي هكاك. راح نعجن بيدي. هو خصو لازم يتخدم مليح الغرس نتاعنا، على قد ما تخدميه على قد ما احسن. ريحه القرفه يعني هايله. انا يعني احسن حاجه في العياد كي نديرو المقروض روعه، يعني بسم الله. نحط شويه زهر هنا، شويه فقط. كما قلت كي هكذا ما ولا كي تبدا تخدم فيه ونموت نحب ديك الريحه الغرس وهي تخدم فيه. المقروض سبيسيال، يعني احنا عندنا في الجزائر راهو سورتو حنا ناس الشرق، المقروض لازم يكون كما يقولوا حنا راهو سلطان الميدة. كما يكونش في العياد ما يعني ما يكونش عيد، في العيد الكبير في العيد الصغير حتى في الاعراس، يعني المقروض عندنا لازم يكون سبونسر. الناس بعد ما كما قلت لكم عجنت العجينه تاعي مده 5 دقائق الاخرى هذيك الثالثه، خليتها ترتاح حوالي نصف ساعه الى ساعه الا حبيتي يعني طولي نورمال. بالنسبه هنا فقط للغرس انا زدت له، نسيت ما هضرت لكمش، ضفت له شويه زيت هكذا باش يطرى وما يبسش لما تجيو يعني كي يتقلى ويخلص. هنا درت انا دي بتي بودان هكذا على قد صبع اليد، لازم يكونوا رقاق هكذايا، ونحطهم دي كوتي على نخدموهم دركا باش من بعد ما نحصلوش فيهم، ما تطلاش يعني يديك بالغرس او الغرس ما يتخلطش مع العجينه تاعك. سي بور سا انا خدمته هو الاولاني. دونك راح نديرو هكذا. العجينه كما قلت لكم لازم ديما يعني تغطيوها بالنيلون، سينو راح تيبسلكم او كي نقولوا حنا تشقلب لكم، يعني دير خطوط هكا تتشقق فما تجيش مليحه. انا هنا خليتها على قد ما يرتاح. هنا ديما حضري كل شيء قدامك باش هكذا من بعد ما تخلطيش. راح نحضر قدامي الطابع اللي معروف تاع المقروض حنا نديروه. اذا ما عندكمش الطابع هذا تقدروا تستعملوا يعني عادي تقصوا. راح نعطيكم الطريقه. كاين ناس مثلا ما عندهمش هذا الطابع، ما نقدرش على الجزائريين. راح نجيب شويه من العجينه كما قلت، دائما حاولوا انكم تغطوها دائما غطوها فوالا. وراح نفتحها عن طريق حلال، لكن لازم تكون بزاف رقيقه. انا بالك كثرت في معليش. نهزها بالعقل تجيني
ديروها رقيقه بزاف لانه حنا ماشي كيما بهذه الطريقه لازم يكون السمك رقيق بزاف. هذا هو الشرط. راح نجيب انا حربوش تاع الغرس اكيد كيما قلت يكون رقيق. واش راح ندير؟ شوفوا معايا بالك ما بانت لكمش، سمحوا لي. راح ندير نروليها مره واثنين فوالا، وراح نقص ما قلت لازم يكون. نجيب هاد البودان تاعي اللي خدمته ونحاول نعدل فيه، ندير هاد الحراف هكذا، ما نخليش اكيد هذيك الفتحه تبان. حاولوا يعني ترققوا فيها شويه و او ميم طون تعدلوا هذيك الفتحه. كما قلت لازم تغطوا هذيك الفتحه اللي الجهه اللي قصيناها، لازم ما تبانش. فوالا من بعد راح نجيب هاد الوحد ديالنا ونبدا نشكل. عفوا قبل عفوا راح نسطحو بيدي بهذه الطريقه، سمحوا لي رمضان باش يعني يجيكم الشكل تاع طابع. نبسطها هكذا باش نقدر نطبعها مليح باسكو ما تجيكمش هكذاك مليحه. بون نحاول نطبع نتكا شويه فوالا، نزيد ندير هنا الجهه اللي بقات ونعدل هكذا كيما نشوف انا ميمتي. فوالا ها الطابع جانا سوا. هنا راح نقطعو هكذا شويه هنا معليش بهذه الطريقه، ونحطوه في سنيوه كبيره. نخليو هذا الزائد، ندير فقط هذه الطريقه هكذايا باش تقدر يتهز لي. راكم تشوفوا في السمك تاعو رقيق كيما قلت، لازم يجي رقيق. هذه يعني من شروط هذا المقروض باش يجيكم مليح. انا حنحط في الصينيات ونحاول نزيد لكم وحده باش تفهموا ونكملوا. كيما راكم تشوفوا راني كملته كامل، ولازم كي ديري له هاد الثقوب راح نعطيكم الشكل تاعو. درت سنيوه كبيره جاتني وجاتني هكذا كيما راكم تشوفوا. بون لازم هنا ديروا له ثقوب هكذا في الوسط هكذا باش ما يتنفخ لكمش كي تجيو تقليوه بهذه الطريقه، مثلا بالكوردون حتى تكملوا كامل. انا حنكمل انا هذوك كيما تشوفوا جاتني كونتيتي لا باس بها. ودرك راح نكمل ونقليهم. لازم تبداي ديما بالاولين اللي بديتي بهم ماشي بالاخرين، من بعد راح نتلاقى. وجدت مقله فيها زيت لازم يكون حار يعني يكون بزاف سخون. وهذه الكسكاسه نحطها اكيد تحت حاجه هكذا باش ما يقطرليش هذاك الزيت، وانا نكون قدامي ونبدا نقلي فيه بالوحده. بسم الله. فوالا نحط الوحدات وما نغفلش عليهم دو طون زون طون، نقلبها ما يحمروش بزاف وما يكونوش بويض. انا كمل نقليهم باسكو بيد وحده ومن بعد نرجعوا. ها هو المقروض تاعنا بعد ما شحرته درتو شويه جنجنان كيما راكم تشوفوا، راهو ما احمر بزاف وما هو صفر بزاف. دونك هاي لا كونتيتي انا اللي جاتني. احنا من الجور اللي من باسكو السميت تاعو ماهوش خشين رطب، سي بوغ سا ما نشحروهش بكل. بون نشحرو غير الكونتيتي اللي حابين، وهذا نخبيوه ما يصرالو حتى حاجه كل مره نستعمل منه. فوالا كيما راكم تشوفوا هاو كيفاه جاني، راهو يعني يقرمش ويشهي بزاف بزاف. وصدقوني البنه هايله. ها هو، وان شاء الله يا ربي يعجبكم، ان شاء الله تجربوه وتقولي لي باي باي بنات.